فيديو النهارده مختلف تماما لاني هكلمك على لعبه بيلعبها 82 مليون شخص. عارف نصهم يبقوا ايه؟ اطفالنا اللي بيلعبوها كل يوم، وهي لعبه روبلوكس. معاكم منتصر من جيمز ارك. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. اللعبه دي عملت جدل كبير قوي 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 من ساعه ما نزلت. اللعبه دي عباره عن سيرفرات بتتكريت، الناس بتدخل تعمل شخصيات جديده، اطفالنا بقى بيقعدوا يتعلقوا بالشخصيات دي، ومن هنا لهنا لهنا، وفي الاخر بنلاقي الشخصيات دي نازله على اليوتيوب وبنتفرج عليها وبتقول كلام مش معروف وملوش اي لازمه. المشكله الاكبر ان احنا يوميا بنسيب عيالنا يلعبوا اللعبه دي ساعه او ساعتين بدون رقابه، والاكتر من كده كمان انها بتسبب لهم امراض نفسيه وعقليه، والاخطر انها موجوده على التليفون والتاب وكل اجهزه الكونسول. انت عارف ان من كتر خطوره اللعبه دي في جريمه اتسمت باسمها؟ واحده دخلت لطفله صغيره واقنعتها انها تاذي باباها ومامتها واخوها الصغير كمان، وتستر ربنا الحكومه نقت الموقف وقدروا يقبضوا على المجرم ده. لو عايز تعرف خطورتها اكتر، الازهر الشريف حذرنا من اللعبه دي، ودوله زي قطر حظرتها كامله. ما تخافش، انا برضو ما نسيتكش ورشحت لك العاب ممكن يلعبوها بدل روبلوكس. لعبه زي ساك بوي، لعبه زي استروبوت، واخيرا لعبه زي ماينكرافت.